مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القرية العالمية. اليوم احنا متواجدين في السوق اليمني في القرية العالمية، ومثل ما تشوفون خلفي بوابة باب اليمن. يعني اليوم حنتعرف على الأسواق اليمنية وأهم وأشهر منتجاتها وعادات وتقاليد هذا البلد، ونقول لكم حياكم الله ويانا. طيب الحين محمد، بعد ما لبستني الملابس هذه، اعطيني فكره عنها. الملابس اليمنيه شايف خنجر، وقلت لي انه المفروض يكون في كوت بس لبسنا جاكيت. نعم. طيب اعطيني فكره عنها يعني بشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الخنجر يكون يلبس مع الثوب، ويلبس من فوقه الكوت. من هذه التقاليد والعادات اليمنيه في اليمن. في اليمن وهذه والغترة نفس الشيء. نفس الشيء، تربط بالطريقه هذه. تربط بنفس الطريقه. في لها شده لجنب كذا ولا؟ في لها شده عندما تلف الاول من هون مرتين، بعدها في الاخير نحطها هنا وتكون لفتين عليها. لفتين عليها. طيب بالنسبه للجاكيت او الكوت ضروري يعني؟ والله على حسب، بعض يستخدم الكوت وبعض يكون على حسب المناطق. في مناطق مختلفه، مثلا في تعز يلبسون المعوز مع العسير مع مثلا الشميل. طبعا المعوز اللي هو اشبه بالوزار يعني. بالوزار. بس يكون ثقيل، صناعه يدويه. نعم، يدويه باليد. وفي مناطق ثانيه مثلا في صنعاء وفي عدن يلبسون الثوب مع الكوت ومع الخنجر اليمني نفس الثلاث. بس اكثرهم يلبسون يعني الخنجر كلهم لابسين. كلهم لابسين في كل المناطق. في كل المناطق، بس تختلف اليمن. بالضبط، تختلف. هذا ثوب وهذا جاكيت. نعم. وهذا يعني معوز وغيره. جميل. طيب بالنسبه للخنجر اليمني، شايف جنبنا كثير انواع خناجر. اعطيني فكره عن الخناجر اليمنيه. وشفت يعني عند بعض الناس عندهم الخنجر اللي جاي مايل كذا على جنب. نعم. مثلا مثل هذا الخنجر هذا يلبسوا مثل الناس، نفس ما عندي هكذا. نفس الشيء. يسمى العسير. هذا يكون مع تسمى الجنبيه. هذه الجنبيه. نفس اللي عندي انا الحين. نفس الذي عندك. هذه الجنبيه اللي فوق. هذا الجنبيه فوق، وهذا يسمى العسير. وهذا القرن. ايوه القرن. وهذا جستين حديد. قرن ايش هذا؟ قرن اصلا هو قرون حيوانات. ايوه حيوانات. هذا يكون هكذا. هذا يلبسه عامة الشعر. جميل. وفي النوع الثاني الذي كلمتك عنه نفس هذا. جميل. وفي هذا النوع هذا يسمى ثومة. الثومة. هذا مين يلبسها؟ يلبسها في اليمن القاضي. هذا اللي تجي كذا مايلة. تجي كذا مايلة على جنب. هذا شيء كذا. تجي مايلة ويجي عليها الحزام. حلو. هذه تسمى ثومة. يلبسوها القضاة. نعم. نفس المكونات اللي هو هذا قلت لي ايش اسمه؟ العسيب. نفس الشيء العسيب. وهذا الجنبي. نفس المكونات. طبعا هذا الجنبي عادي، قرن عادي. بس الثانية بلاستيكيات تجي نوع بلاستيك. بس الثانية نفس الشيء. لا انا اقصد الاصلية نفسها تجي قرن حيوان يعني. الاصلية قرن حيوان. كم يوصل سعرها تقريبا؟ في اسعار مختلفة. يعني من يصل الى كم؟ يعني 500 درهم، 200 درهم، 300 درهم اللي موجود هنا. أيوة. لا فالاصليه نفسها اللي هي تجي قرن يعني. القرن الاصلي هذه في اليمن. لانه انا مره قرات انها العاديه تكون وصلت ل 6 مليون شيء زي كذا يعني في توصل 500,000 ريال باليمني. يعني ما يقارب 3,000 4,000 5,000 درهم. اغلى شيء يعني. ايوه. وفي موجود يوصل 20,000 درهم. 20,000 درهم. أيوة. ليش؟ ايش الفرق بينها وبينها؟ الفرق ان تكون منها في اليمن يعني قديمه، عمرها التاريخي، يجي وعمر الجنبيه لها اكثر من 80 سنه او 100 سنه، فعمرها يكون قيمتها اكثر واغلى. هو الغلا في سعر القرن نفسه ولا في الحديده نفسها؟ في سعر القرن. الخنجر. ايوه. لانه هذا ثمن الغلا في القرن. لان القرن يجي قديم ويكون وحيد قرن. هل يختلف قرن حيوان لحيوان بسعره يعني؟ نعم يختلف. اي يوم اغلى يعني. في اللي يكون القديم مثل قرن وحيد القرن، بس الان ما فيش. ما في. خلاص وقفوا. الموجود من اول من سابق. وهل ما زالت الجنابي في اليمن اليوم يلبسوها؟ اليوم يلبسوها لاني عاده وتقاليد في اليمن.
متى تلبس عادة؟ تلبس في المناسبات. لما يروح في مناسبات مثلا الأعراس أو حتى في مجال العمل. في العمل مسموح في العمل الحر. الحر. أيوة. لكن في الأعمال الرسمية في الأعمال الرسمية لا. بيكون العمل الرسمي البدلة وكذا. جميل. تسلم، يعطيك العافية. الله يخليك. وأنا الآن في عمل حر أيضا، بقوم بجولة وأنا لابس ملابس اليمنية بشكل عام والخنجر أو الجنبية مثل ما يسموها في اليمن. تسلم، الله يخليك. يعطيك العافية. أشكرك. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله، شايف المحل عندكم نقش حنة؟ نقش حنة طبعا، نقش يمني. ما شاء الله. شايفين البنت هنا سوى لها حنة؟ ايوه. طيب اعطيني فكرة على الحنة اليمنية وانواعها، وشايف انه كل منطقة لها نقشة خاصة او شيء زي كذا؟ ايوه، كل منطقة لها خاصة. هي افضل شيء النقش اليمني. أكثر شيء النقشة اليمنية. النقشة اليمنية هي النقشة اللي كان في التعيزي العدني. جميل. طيب الحنة جميع نفسه في اليمن هل يختلف من منطقة لمنطقة أو خلطة الحنة نفسها ولا نفسها في كل اليمن؟ لا، تختلف طبعا. تختلف. أيوة. يعني كل منطقة شو طبيعة نقشتها، شو يسووا لها، شو مميزاتها كخلطة يعني؟ خلطة الحنة نعم. تتكون عن حنة، طبعا عبارة عن حنة وعن في خلطات خاصة، يعني في مع الخلطة يسمون حنة سوداء، وعندك خلطة تكون حنة حمراء. حلو. ايش الفرق بين السوداء والحمراء؟ ايش يسووا لي هذا عشان تكون سوداء؟ الحمراء معروفة، الخلطة اللي كل الناس تسويها صح؟ اي طبعا. طيب السوداء ايش هي؟ تعتبر عن شو اسمه، يعني شغلات نفس الوسمة السوداء. نفس الوسمة الصبغة او الخضاب او شيء زي أيوة. كذا تضيفوها للحنة نفسها يضيفونها للحنة هي وتكون سوداء. أيوة. طيب ايش اللي يميز الحنة اليمنية الحمراء بشكل عام عن بقية الحنة اللي موجودة في السوق؟ نوع الحنة نفسها، بس هي تختلف، يعني انواع الحنة كذا حنة، في حنة كيس، في حنة كيلو، في حنة يعني مو هذا. في افضل شيء تكون الحنة الكيلو، والورق هي احسن افضل. الورق هو يسمى كيلو. جميل. هو الورق ترى ورق هو يكتبونه بعدين يبسونه بعدين يطحنونه، ترى هي تكون كيلو نفس الشيء. جميل. طيب الان بالنسبه للنقشات، شو اكثر النقشات عليها اقبال؟ يعني شايف عندكم رسومات كثيره هنا للنقشات، هل هم يطلبون النقشات هذه اللي موجوده في لا، الرسومات؟ في ناس يبون نقشه اماراتيه، وفي ناس يبون نقشه يمنيه، وفي ناس يبون نقشه هنديه. فانتم تسوون اي نقشه مطلوبه. أي نقشة. طيب شايف اشياء ثانيه بخور عندكم ايضا؟ هي طب ها بخور شغل البيت. شغل عربي البيت. شغل البيت. يمني كمان. يمني هي. ايش خلطاته؟ ايش مكوناته؟ كيف تخلطوه؟ العود العنبر طبعا. في عود العنبر، في الدخون هذا يعني عباره عن نسق عن طبخ، هذه يطبخونه ويسوون شغل البيت هذا. جميل. محلي. انا شام ريحه البخور هنا موجوده عندي، او الدخون طبعا باليمن يسموها بخور. تحط أيوة. الحين ان شاء الله، خلينا بعد بيزيدها نشوف كيف شكلها، كيف ريحتها. طبعا اول ما جيت انا شميت الريحه كان لسه فيها جميله جدا. تسلم يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شاطره، خلصت ولا لسه؟ بعتها. اشوف، نستاذنك بس نوري الكاميرا كيف يدها الان، كيف صارت. يا سلام. شو اسمك انت يا شاطره؟ عنود. عنود، ما شاء الله. شو هذا؟ حنة. ما شاء الله ما شاء الله. والوعد والمعتوب تعجبني الكبرياء والدل في المحبوب والشيطنة في البراء والوعد والمعتوب والابتذال في الجمال ما يجعله مرغوب والعين لولا الرموش جمالها مخلوق. والان مشاهدينا مثل ما تشوفوا احنا واقفين هنا، مثل ما قلت لكم ان احنا رايحين لمكان ثاني مكمل الاكسسوارات النسائيه. احنا الان واقفين امام محل فيه اكسسوارات نسائيه يمنيه معروفه، الاحجار الكريمه اليمنيه والعقيق اليماني وغيرها من الاشياء هذه. الان بنتعرف عليها وبنشوف
طبعا يستخدموها الرجال ويستخدموها النساء، لكن اكثر شيء الرجال في الخواتم، بس النساء في اشياء كثيره مثل ما انتم شايفين في الخلفيه. الان الاخ علي عبد الحميد الباشا هو صاحب المحل هنا، وهو بيعطينا فكره على الاشياء اللي موجوده. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله أهلا يخليك. وسهلا. اخ علي، يعطيني فكره على العقيق اليماني والاكسسوارات النسائيه اللي موجوده عندك في المحل. والله احنا شغلنا في الفضه، وفي عندنا فضه قديمه هي الموجوده امامكم هذا، وبالاضافه الى تطريزها ببعض الاحجار الكريمه كالكهرمان، كالمرجان، كالياقوت، كالعقيق اليماني، وهو الشيء الذي بده يمتاز به اكثر شيء اليماني. ما شاء الله. كيف الاقبال عليها هنا في السوق بالنسبه للاشياء هذه او الديزاين الاشكال نفسها؟ ثابته تجيبوها من اليمن ولا في ناس تطلب تصاميم معينه انت تسووها لها؟ شوف، احنا الان بدانا نمزج ما بين القديم والجديد. في ناس لهم هواة القديم وفي ناس يعني يحبوا الجديد، فاحنا قمنا بعمليه مزج. طورنا القديم وحطينا فيه نوع من الادخالات الجديده. يعني فرضا معك بعض العقود اللي التصميم ما يكون يمني، بس تضيف عليها العقيق اليمني. طعموها بعقيق يمني وبأحجار هذا عقيق يمني يعني. حلو. بس التشكيله كتشكيله ماخوذه من ستايلات جديده. حلو. ايه. ما تكون يمنيه. ايه. كيف اسعارها تقريبا؟ معقوله. الفضه سعر انصاع عالمي، سعر الجرام معروف عالميا. ايه. وبالنسبه للعقيق اليمني بحسب نقاوته وبحسب مواصفاته. جميل. هل اليوم في اليمن يقبلون على الاشياء هذه ويلبسوها بدل مثلا ما يشتروا الذهب او شيء زي كذا، او تكون موازيه لها؟ في ناس تقبل على هذه، ناس تقبل على هذه، خاصه في الاعراس والمناسبات للنساء انفسهم. ما زال بيستخدموها لحد الان، حتى الاشياء القديمه يستخدموها في المناسبات، في الاعراس، في الحفلات. يعني عليها اقبال. عليها اقبال ومش يعني مش في الجانب اليمني فقط، بل في الجانب الخليجي، وكذلك اضف الى ذلك الاجانب ما زالوا بيستخدموا هذه الاشياء ويلبسوها. يعني في عليها اقبال كبير. في عليها اقبال. ايه. جميل. لانه موروث يمني قديم. فطعمتوا باشياء جديده. طعمنا بالاشياء بالاحجار، يعني بالاحجار، ودخلنا عليها التكنولوجيا زي ما يقولون. جميل. الان انا شايف هذه خواتم، كان خواتم رجاليه. هذه خواتم رجاليه، وفي منها بعض الاشياء النسائيه التي تكون تقليديه. جميل. خلينا اوري الكاميرا كذا بس شكلها كيف. شايفين كيف شكل الخواتم هذه مطعمه بالعقيق اليماني صح؟ هذا بالعقيق اليماني. جميل. وهذيك اللي هناك؟ وهذه برضو بالعقيق اليماني المزهر. وفي عقيق يماني مزهر. ايه. كيف يعني عقيق يماني؟ منقش يعني في المنقش، يعني يسموه المنقش الذي بتكون الوانه في نفس الخاتم كذا لو، ففي نسميه بالعقيق اليماني المزهر. حلو. ايه. وبالنسبه للمشغولات النسائيه نفس ما قلت لك، معك مطرزه بالعقيق، معك بالفيروز، معك بالكهرمان، معك بالياقوت والزمرد والزفير. عفوا. جميل. هذا ايش هو هذا؟ هذا مطرز بالياقوت والزمرد والزفير، هذا مطرز بالعقيق. كيف اسعارهم؟ هذا كيف سعره تقريبا مثلا؟ بالجرام. هذا موزن فرضا وهذا يعني 300 درهم. 300 درهم. ايه. لانه فضه. جميل. والاحجار اللي فيه اصليه. جميل. تسلم ويعطيك العافيه. الله يطول. اشكرك. الله يخليك. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافيه. وهذه فكره بسيطه كذا اخذناها مشاهدينا. الان بننتقل ايضا لمكان ثاني في السوق اليمني ونتعرف على اشياء اخرى. تفضل يا شيخ. تفضل. طلع. تفضل. هذا العسل اليمني، أكثر أنواع العسل اليمني. تسلم. هذا يسمى السدر الدواني. في عندنا هنا عسل زهور الأطفال، يعني عسل ربيعي للأطفال. كذلك في عندنا هنا كذلك زهور أخرى. هذا عسل السمر. حلو. في الباطنية، الألم المعدة، سوء الهضم، الحرقان، الم القولون. يعني يعتبر صيدلية مصغرة في البيت لأي شيء. كذلك عندك هذه خلطة معمولة مع اللوز وغذاء ملكة النحل للنشاط الطبيعي وللصحة العامة. جميل. طيب قبل ما أسألك كذا عن اسم الكريم،
اسمي غالب احمد الحمد. غالب، يعطيك العافيه يا اخ غالب. ما شاء الله انا شايف كثير انواع، ومحلك ما شاء الله مليان عسل وفي اشكال كثيره. الله يبارك. طريقه العرض جميله جدا الله جذابه يبارك فيك. مثل ما انتم شايفين مشاهدينا. لكن العسل اليمني معروف على مستوى العالم، اعطيني فكره شو اللي يميز العسل اليمني عن غيره من انواع العسل اللي موجوده. العسل اليمني يعتبر افضل انواع العسل اليمني من بسبب المناخ. المناخ اليمني له دور كبير، يساهم في الموضوع يساهم في الموضوع هذا. وثاني شيء كذلك في اليمن شجرة السدر تختلف سبحان الله يعني على مستوى العالم، بحيث المناخ تساعد بشكل واسع. كذلك عندنا يسمى عسل الطلح اللي هو الشوك الكبير اللي نسميه عندنا في اليمن. هذا عسل الطلح اللي هو منه هذا اللي هو شو اسمه، هذا اللي هو السمر. نعم. كذلك في معنا نوعية أخرى اللي هو هذا اللي هو عسل الطلح اللي يسمونه. الطلح هذا يعتبر دائما ننصح فيه اللي عنده مثلا التهاب في الصدر او التهاب في البلاعيم، ننصح فيه. يعني كل نوع من انواع العسل علاج لشيء معين. نعم. السمر علاج طبعا لشيء، العسل هو بشكل عام علاج عام. لكن دائما ننصح مثلا واحد عنده مثلا سكر ما ننصحش فيه عسل مثلا اللي هو الزهور او عسل السدر يعني مثلا، لانه السكروز حقيقي مرتفع. لكن ننصح فيه مثلا اللي هو عسل السلم. السلم اللي عنده سكر. السلم نعم، لان نسبه السكروز يكون فيه يعني نسبه قليل. يعني بالكثير 1%. فلذلك ننصح فيه. يعني ممكن لو استخدمه صاحب السكر ما يرفع السكر. ما يرفع السكر. ما يرفع السكر. يعني مفيد للرجيم كمان هذا. بنفس الوقت يعني احنا ننصح دائما اي نعم، لانه مش مساله ينفع الرجيم. الرجيم هو انه العسل بشكل عام لا يفتح الشهيه بل صحه عامه. صحه عامه. يعني مثلا يستخدم الانسان لو عنده زياده في الوزن او قليل في الوزن، فهو يعتبر للعلاج للصحه العامه وليس يعني لزياده الوزن او لنقص الوزن. شايف شيء هنا خلطه العرسان، ايش سرها هذه خلطه العرسان؟ سرها هذه بس معموله يعني مع اللوز اليمني وكذا ملكه النحل. فهمت عليها حبوب اللقاح البريبليس مع اكبر النحل. فتعتبر تعطي نشاط طبيعي، صحه عامه، مفيده كمان الطاقه الجسم، مفيده للرياضيين لعده يعني اشياء طبيعيه يعني مش للعرسان بس، الرياضيين والعرسان. للرياضيين كذلك. والعريس يعتبر يعني ايش نقول يعني عنه انه مثلا فصيله من فصيلات الرياضيين. يعني الاعلاميين مفيده لهم ولا مش مفيده لهم؟ ممتازه جدا. كذلك كذلك نجربها تعطينا طاقه كذا نكمل الجوله. بسم الله. بسم الله. هذه يعتبر فيها مكسرات كذا، فيها طعم غريب كمان. فيها اللوز فيها مع العسل اصلا. جميل. وقلنا انواع العسل المشهوره اللي هي نعم كذلك السلم كمان كنا ندوق منه. ندوق السلم. يومي نعسل حلقتنا، نخلي حلقتنا كذا بنكهه العسل اليوم. نخلي اليوم عسلك عسل في عسل. عسل في عسل. تسلم الله يخليك. الله يبارك. بسم الله. هذا ممتاز جدا يعني عسل السلام. حتى كذلك ننصح فيه اللي عنده مشاكل في المعده. يشبه الدبس كذا صح؟ بس الدبس نعم. حلو شوي. يعني ايش زهرة السلام هذه زهرة القرض. في اللغة البدوية يسمى القرض اللي هو حق الحطب يعني في اللغة البدوية أو اللغة البرية. فالزهرة هذه اللي هو السلم جدا مفيدة. قلت لك كما دائما انصح فيه لأصحاب ايش السكر. ما شاء الله. ونفس الوقت في عنده مشاكل في المعدة. تسلم الله يخليك. الله يبارك فيك. فرصة سعيدة يا أخي. الله مرحبا بك. أشكرك الله يخليك. الله يسلمك. ما شاء الله الآن أنا أشعر عندي طاقة الآن. واصل الجولة. تعالوا أنتم معايا بعد.